السلام عليكم ورحمة الله شباب. اليوم جايب لكم درس كيفية إنشاء إيميل، العفو، إنشاء فيسبوك بدون إيميل وبدون رقم هاتف بالطريقة كل سهلة وبسيطة، ما تحتاج غير إضافة تضيفها للمتصفحات المتوفرة على كل المتصفحات. تكتب تجعل جوجل، تكتب فولو، بعدين تجي على هذا الخيار، تقدر من أي مكان تحمل، من سوق جوجل أو من أي مكان، بس هاي الطريقة إضافة إلى كروم تضيفها، بس مجرد تضيفها انتظر شوية بس تنضاف. تمت الإضافة. هسه نجي على فيسبوك، طبعا ما نسجل هسه لا سجلنا رقم هاتف يريد، نغير البلد للمملكة المتحدة. تمام، نغير من بلد نجي هنا نسجل تسجيل اعتيادي، نخليه اسم حسين مراد مثلا. هنا اهم شيء، هنا الايميل راح نخليه ايميل مجهول. طبعا هذا الايميل لا يعني ما يستلم رسائل ولا يستقبل ولا يدز، ايميل مجهول مجرد يسهل لك التسجيل بالعفو بالفيسبوك. نجي هنا نكتب مثلا اي شيء، اي اسم انت تريده، طبعا نكتب مثلا تسجيل او اي اسم انت تريده يعني. هات طبعا هذا المهم، هات الاف بي دوت مي، هذا هو المهم. نكتب مركز الباسورد بكيفك، طبعا انت كيفك، اليوم اي يوم انت، يوم الشهر، السنة، ذكر او انثى، انت بكيفك تشوف ايش تختار، انت شنو جنسك. نطي هنا كريات ان اكاونت، طبعا اشتغل عندنا فيسبوك وتسجل بدون اي رقم هاتف او ايميل او اي شيء. نتخطى هاي سكيب، انت بعدين انت تحدد عليه، انا براحتك، انا هسه بس لا طول عليه. يجي طبعا هسه الفيسبوك مالتك معلق، انت طبعا تقدر تستخدمه ماكو اي اشكال، بس انت اذا تريد يعني تقدر تروح على سيتنج مثلا، تروح هنا تجي change email address، يعني تغيير الايميل. اي ايميل انت تحب تحط، ايميل ياهو، ايميل وهمي، ايميل روسي، وانت يعني انا اقول الافضل لك ايميل روسي، يعني هو صح الياهو عادي بس الايميل الروسي افضل لانه فيه مميزات اكثر. طبعا تدوس هنا تشينج ايميل، تحط الايميل الروسي او الياهو او انت اي شيء تريده، تطي تشينج. بعدين ورا ما تخلص هاي تشينج راح تروح على الايميل مالتك اللي حولت عليه، تلقى رسالة مال فيسبوك تأكيد او يعطيك رمز او رابط بكيفك انت تتأكد منه. تدوس على الرابط او تاخذ الرمز تخليه هنا انتر كود، هيك بهالطريقة هنا انتر كود. اوكي بعدين تطي، بعدين يتغير، تجي انت بكيفك لا تريد تحطيه هذا او تزيله، هاي بعد براحتك شي راجع له. طبعا من هنا تنتهي اليوم حلقتنا، واتمنى ان الفيديو ينال رضاكم واعجابكم. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.